الناس بوجوب الغسل اغتسل فمات. فقال صلى الله عليه وسلم: قتلوه قتلهم الله، هلا سألوا إذا لم يعلموا. هلا سألوا إذا لم يعلموا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. مشاهدينا الكرام حيثما كنتم وأينما وجدتم حياكم الله. السلام عليكم ورحمة الله. هذا عدد جديد، لقاء متجدد، برنامجكم هلا سألوا عبر الخامسة، قناة القرآن الكريم من الجزائر. هلا سألوا برنامجكم اليومي الذي يجيب عن أسئلتكم الدينية وانشغالاتكم الفقهية. معلمنا بإذن الله هذه الحلقة فضيلة الشيخ الدكتور سعيد بويزري. أهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا وبه. مرحبا بك شيخ سعيد. بك أخي الله يبارك فيك ويجزيك إن شاء الله. تهانينا وبارك الله فيك، حجك وحجك مبرور إن شاء الله. صلى الله عز وجل يجعل حجك مبرورا وسعيك مشكورا وذنبك مغفورا. صلى الله القبول جميع حجاج الميامين. آمين يا رب العالمين. شكرا جزيلا شيخنا، الله بارك الله يسلمك. فيك. محاسبة النفس. النفس تبكي على الدنيا وقد علمت أن السلامة فيها ترك ما فيها. نطوي عاما وندخل عاما جديدا، عاما نرجو أن تكون أعمالنا فيه وقرباتنا لله سبحانه وتعالى مقبولة، وعام نأمل أن يكون خيرا على البلاد والعباد، وأن تكون عبادتنا لله سبحانه وتعالى مقبولة. نتحدث في هذا العدد عن محاسبة النفس، حيث النفس الأمارة بالسوء والتي تقعد العبد عن العمل الصالح وتبعده عن طاعة مولاه. نتحدث عن محاسبة النفس هذا العدد. شيخنا السعيد، عام جديد ندخله بإذن الله، كيف نرتب أولوياتنا في محاسبة أنفسنا؟ نعم، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. معاشر المشاهدين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. بداية أسأل الله عز وجل أن يجعل هذا العام القادم، العام الهجري القادم، عاما عامرا بالخيرات، عامرا بالبركات، عامرا بالباقيات الصالحات. وأسأل الله عز وجل أن يغفر لنا جميعا ذنوبنا ما ظهر منها وما بطن، وأن يوفقنا دائما إلى أن نحاسب أنفسنا قبل أن نحاسب. حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا. أخي أحمد، هذا الأمر في الحقيقة هو أمر يهمنا جميعا لعدة اعتبارات. الاعتبار الأول أن الدنيا أقصر من أن نقصرها. صحيح صحيح. هي في حد ذاتها قصيرة، صحيح. فهي أقصر من أن نقصرها. قال فيها الإمام الحسن البصري مخاطبا الإنسان، قالوا: يا ابن آدم، إنما أنت أيام، إذا ذهب يومك ذهب بعضك. كلما مرت الأيام والشهور والسنوات كلما اقتربنا من النهاية. صحيح. أمر آخر، الدنيا أخي أحمد ألم يخفيه أمل، صح. وأمل يحققه عمل، وعمل يفنيه أجل، وبعد ذلك يجزى كل امرئ بما فعل. أمر آخر، الآجال لا يعلمها إلا الله جل جلاله. قال في آية القرآن: ولكل أجل كتاب. متى الأجل؟ الله أعلم. وقال في آية أخرى: وإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. فالموت حق لا ينكره باطل. متى؟ الله أعلم. مما ورد في هذا السياق أيضا ما ذكره الإمام علي، ما ينسب إلى الإمام علي رضي الله عنه، يقول: يا من بدنياه اشتغل وغره طول الأمل، الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل. مر عام هجري، نستقبل عاما هجريا آخر. أعتقد أن الأمر الذي
لا يجوز أن نكون من الغافلين في حقه هو أمر المحاسبة كما قلت يا أخي أحمد. لابد أن نحاسب أنفسنا، ونحن نحاسب أنفسنا. تذكر الله عز وجل الذي قال في أي القرآن: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فهذا الرقيب العتيد مرافق لنا، والله يعلم سرنا وعلانيتنا، وأعمالنا أحصاها الله جل جلاله ولا تخفى عليه. وربنا أمرنا بأن نتحرك في دنيا الناس في هذه الحياة قائلا: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. فإذا آمنا وأدركنا بأن الله يعلم السر وأخفى، بأن الله عالم الغيب والشهادة، هذه من مقويات ومؤكدات ومثبتات المحاسبة، محاسبة النفس. ولابد أن نعلم أيضا في المقابل أن هذه النفس البشرية، النفس الأمارة بالسوء، بالتعاون تعمل على تدمير الإنسان بالتعاون مع العدو المبين اللي هو الشيطان. أكيد. هذا الأمر يعرفه الناس، وقد أشار إليه الإمام البوصيري في قصيدته في بردته المشهورة: وخالف النفس والشيطان وعصيهما وإنهما محضاك النصح فاتهم ولا تطع منهما خصما ولا حكما فأنت تعرف كيد الخصم والحكم، إلى أن يقول: والنفس كالطفل إن تهمله شب على حب الرضاع وإن تفطمه ينفطم، إلى أن يقول: أستغفر الله من قول بلا عمل فقد نسبت به نسلا لذي عقم. قصيدة كأنها وصفة علاج، كأنها وصفة علاجية يقرأها المسلم متمعنا متدبرا لمعانيها، ويعلم علم اليقين بأن معانيها من مشكاة النبوة، تتصل بالنبوة مباشرة. يعني معاني الكتاب والسنة ورد بعضها في هذه القصيدة الحكيمة. ربنا يقول في آية القرآن: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. إذا نعلم بأن الإنسان له يملك بذور الخير وبذور الشر. طبيعي. بذور الخير، وهنا تأتي العملية التربوية، هنا يأتي الاجتهاد، هنا يأتي الجهاد الأكبر كما ورد في حديث من أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم: عدنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر. إذن ربنا يقول: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. ومن مؤيدات محاسبة النفس أننا لو طبقنا المنهج الاستقرائي كما هو معروف في البحث العلمي، نستقرئ الحوادث والهموم التي حصلت في دنيا الناس والفتن، نجد النفس لها دور كبير في هذه الفتن. نبدأ بقصة ابني آدم. يأتي قابيل الذي يهدد أخاه هابيل بالقتل. يحكي القرآن: قال لأقتلنك. يعني لو كان ماشي النفس، يعني ما اختلف مع أخوه عادي، يشوفوا بابهم آدم ويفري المشكلة بيناتهم والسلام، أليس كذلك؟ ولكن لا، النفس الأمارة بالسوء زينت له جريمة القتل، إزهاق الروح، فسولت له نفسه. سولت له نفسه. نعم، ربي يقول: قال لأقتلنك، ولكن هابيل قال: لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين. استحضار معية الله يجعل النفس ترتدع، كن عملية الزجر والردع لهذه النفس الأمارة بالسوء، ولكنه هو كان من الغافلين. فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله. شوف النفس، دور النفس الأمارة بالسوء، كيف أنها طوعت وسولت وزينت الجريمة لقابيل فقتل أخاه. أيضا قصة قابيل تتكرر في حياة الناس اليوم. كم من أخ قتل أخاه، كم من إنسان أزهق روح إنسان آخر بغير وجه حق،
لماذا؟ لأن النفس الأمارة بالسوء بالتعاون مع الشيطان يعني طبعا تكون هناك تسويغ وتجميل وتزيين للجريمة، فتحصل الجريمة وتحصل الفتنة ويحصل الدمار بعد ذلك. إذن هذه النفس حقيقة تحتاج إلى محاسبة. أمر آخر أو أخير يعني في هذا المدخل الخفيف، نترك المجال واسعا للسادة والسيدة المتصلين والمتصلات. الإنسان يعمل ويشتغل ويكسب أموالا وإلى آخره، فالنفس أيضا ترافقه النفس الأمارة بالسوء، تأمره بأن يخطف، بأن يسرق، بأن يقبل الرشوة، بأن يعطي الرشوة، بأن يأكل الربا، بأن يعطي الربا، يعني كل هذه المعاملات وهي كثيرة. التهاون في العبادات، التهاون في الصلوات، التهاون في أداء الالتزامات المختلفة وفي مسائل كثيرة جدا. إذن لا بد من وقفة، ونحن نودع عاما هجريا ونستقبل عاما هجريا جديدا، لا بد من وقفة مع النفس. النفس تبكي على الدنيا وقد علمت أن السلامة فيها ترك ما فيها. لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلى التي كان قبل الموت يبنيها، فإن بناها بخير طاب مسكنه، وإن بناها بشر خاب بانيها. أموالنا لذوي الميراث نجمعها، ودورنا لخراب الدنيا نبنيها. كم من مدائن في الآفاق قد بنيت أمست خرابا وأفنى الموت أهليها، إلى آخر هذه القصيدة اللطيفة. نسأل الله عز وجل السلامة، ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا لمحاسبة أنفسنا تحقيقا للسلامة يوم الحساب. آمين يا رب العالمين. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ أستاذنا الدكتور سعيد بوزري، وأحسن الله إليك. هذه المعاني مترجمة بالأمازيغية على السريع حتى نشرع في الإجابة عن الأسئلة. طيب، على كل حال السنة البوسة يعني أمشى مذان أذي حسب إيمانيس السقواس الجديد السني مرحبا لا سلاماس سقواس الهجري السقواس قديم أثنى ذي روح ذاين يعدو سقواس يسدو سقواس الجديد ذا شو كان العمر النغ ذو السان ذو ظان السمانات ذو الشهور ذي العوام، ولكن سيمي تعدين العوام، سيمي تعدين وسان، تعدين الشهور، سيمي تقريب ثم ديث النغ. أماكن قال الشيخ محمد الحسين مكور تصبحيث تقابل ثم ديث، ولاش تصبحيث ورنسعيث ثم ديث. مادام أدياس وسان تحاسب غير سيدي ربي ذي لاخرث أوها ربي أنحس في منا قبل أن تحاسب. مكون ذي ساعد ديمين سكو غير فاري ساعد ديمين ديال الميزان أن دا يغلظ إلى قضي الزميمانيس، أن دا يسقم الله يبارك هذه يفرح وذي سعو النية باش هذي يخدم ذي الخير أكثر. أسن الحسابات دياس بلا شك، ولكن أما السعادة بوين اللي حاسبين إيمانيس قبل دياس واسن الحساب. سيري ما كان من لا يثمثن في السماثين أوين يشظان أوين يغلظنا ما كان قارن القوال ربي يعفو يغفر يوين الشظن يوخر. مازال وسان الخير زاد ان شاء الله ما الا يون الا ذا بدا يفرط سكواسي عدان وها ربي السكواسي قد يثدون هذه يسعوا النيه باش هذه زرع الخير باش هذه خدمين الهان اين زرعت الدونيث اثي غلث ذي الاخرث. نعم. بارك الله فيك شيخنا السعيد واحسن الله اليك. هلا سالوا عبر الخامسه قناه القران الكريم من الجزائر، برنامجكم اليومي يجيب عن اسئلتكم الدينيه وانشغالاتكم الفقهيه. نشرع في الإجابة عن أسئلة متبقية لديكم شيخنا. أختنا سليمة من البليدة أولا، تفضل. نعم، وعدناها بالإجابة الحصة ما قبل الماضية، لأن الحصة الماضية في خلل تقني ذلك ما كانش الحصة. لا بأس. الأخت سليمة البليدة هي تقول مولابيتي، وقد شرحنا هذه العبارة للسادة المشاهدين خارج الجزائر. مولابيتي معنى زوجي، قالت لك لا يصرف ولا ينفق إلى آخره، ولا يريد الطلاق ولا يريد أن يطلق. هي تقول أنا تعبت، هل أنا آثمة إذا طلبت الطلاق؟ هذا هو إشكالها أخي أحمد. جاء الجواب كالآتي باختصار. نقول لك الأخت سليمة، أول الكلام الأول موجه إلى زوجك، نقول له اتق الله. هذا واش نقول له؟ نقول ربي سبحانه يقول في القرآن وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول، وفي رواية أخرى أن يضيع من يقوت. إذن هذا إثم كبير وكبير جدا، هذا بميزان الشريعة وبميزان الرجولة. الرجل ينفق على زوجته، وقد قال ربنا في أي القرآن الرجال قوامون على النساء. الرجال يعني قوامون على النساء، لابد من مقتضيات القوامة أن ينفق وأن يتحمل مسؤوليته على زوجته وعلى أولاده وعلى أهله. يتقول ولا يريد الطلاق. هذه مشكلة.
يعني كيف يعني ربي قال ولا تذرها كالمعلقة، يعني يخليها كذا. ماذا تعمل يعني؟ تروح تطلب عند الناس يوكلوها ينفقوا عليها أهلها ولا كيف؟ يعني إشكال كبير، يعني هذا إشكال هو الذي يحله. طيب علاش قال ربي سبحانه الطلاق مرة فإمساك بمعروف ومن المعروف أن ينفق ومن المعروف أن يؤدي واجباته تجاه زوجته، أو فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. هي تقول تعبت، نقول لك لا تتعبي ما دام عندكم أولاد، يعني الصبري واحتسبي. ممكن نقول لك الصبر هو علاج، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. خطر بعض الناس نخاطبهم بهذا الخطاب يقول لك لا إن من الصبر حدود، يعني يجابنا وبيجاوب آخر، يعني لا أذكر المصدر حتى. يعني صحيح ربي قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها. نعم، ولكن نقول أيضا نوصي بالصبر. لماذا؟ لكي لا تضيع الأسر. صحيح. كم من أسرة ضاعت ولو كان يعني واحد منهم صبر شوية يتجاوزوا مرحلة الخطر وينتهي الإشكال. إذا كنقول لك يا أختي سليمة سلمك الله، الصبري على أذى زوجك، وشوفي له الناس، شوفي العائلة نتاعو، العائلة نتاعك، شوفي الناس المؤمنين، شوفي له أئمة يخاطبوه ينصحوه ويديله النصيحة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وبعدين إذا كان رجع للطريق المستقيم ذلك كما كنا نبغي، إذا كان بقى على حاله الآن إذا صبرتي فلك أجر، وإذا كان حبيتي تطلبي الطلاق فأنت لست آثمة. هذا هو الجواب، لست آثمة إذا طلبت التطليق أو عن طريق الخلع، لأنك مظلومة. هذا واش نقدر نقول، فالإثم غير وارد في حقك إن شاء الله تعالى. بارك الله فيك شيخنا السعيد. أختنا سامية من أقبو. الأخت سامية من أقبو سألت بالقبيلية ذا مدينة غاول تما سامية أين كنت قدرنا كندير ذي العيد الأضحى وكذا إلى آخره، ثم شهوت بلا ما عاود غدا شوي لان هذا مديني يلهون الصفر تلقى مزور الصفر ده حبيب من ربي في السناث أين قدرانت لا إلى الباطل دينا إلى الباطل يقينا، ولكن وتقابل ثرى الباطل الباطل خطر النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، يعني لا نلحق الأذى والضرر بالناس، وإذا صدر منهم فلا نقابل الضرر بالضرر. صحيح. يلهاون يتسامحا. حاولوا كيف تحلوا هذا المشكل بطريقة ودية، لأنه مشكل بسيط، يعني في نفسيات ونتحدثنا عن النفس، محاسبة النفس، يعني طبقوا واش قلنا في مقدمة لقاء اليوم إن شاء الله تعالى ينتهي الإشكال. وثاني إشكال آخر واحد ينسى شوية أنا، خاطر كل ما يكون أنا هذه لطيف، قالها الشيطان، يعني هو اللي قالها الأول. قالوا ربي سبحانه وتعالى أعطى الأمر للملائكة باش يسجدوا لآدم سجود التكريم، وبعدين الشيطان قالوا لا قالوا أنا خير منه. في سورة صاد الآية 74 قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. بمعنى كلما كانت الأنا متحكمة في الإنسان كلما حصل الدمار، سواء داخل الأسرة ولا داخل القرية، داخل المدينة، داخل الحومة، داخل الأمة في العالم. إذن هذه مشكلة كبيرة جدا، ونصحك بالآتي. ربي قال ادفع بالتي هي أحسن، هذه الآية الأولى. الآية الثانية والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين، هذه الآية الثانية. الآية الثالثة ربي سبحانه عز وجل يأمرنا بالصبر إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. يعني استحضروا كل هذه المعاني إن شاء الله تلقوا الحل لهذا الإشكال، نسأل الله السلامة. نعم. بارك الله فيك شيخنا السعيد وأحسن الله إليك. سؤال عبد الحق من العاصمة، أوله عن حكم الدفن في التابوت. نعم، هو يسأل أخ عبد الحق من العاصمة عن حكم الدفن بالتابوت، يعني هذا كل الميت كيديروه داخل الصندوق يدفنه بالصندوق. نقولوا إن الدفن في التابوت هذا من مكروهات الدفن، يعني يكره دفن الميت داخل التابوت، يروح مباشرة للتراب، حنا جينا من التراب نوليو للتراب والسلام. أما الدفن داخل التابوت هذا من عادات النصارى ومن فعل النصارى، ليس من فعل المسلمين ولا من عادة المسلمين، بل حتى ليس من عادة الإنسان كإنسان منذ فجر التاريخ. إذن باش نقول هذا من المكروهات، ولكن يجوز استثناء عند الضرورة. لعلكم فهمتم هذا الكلام.
يعني إذا كان واحد مثلا مات في بعيد وجابوه وطول ومزع السخانة وكذا إلى آخره وتصدر منه الرائحة الكريهة وكذا، هنا في هذا الحال يجوز استثناء، ولكن هذا الاستثناء هو الذي يؤكد القاعدة ولا يقدح فيها، ولكن الأصل هو كراهية الدفن داخل التابوت أو دفن الميت بالتابوت. نعم. بارك الله فيك شيخنا. السؤال الثاني. السؤال الثاني يسأل عن القصر، قال لك وقتاش نبدأ القصر؟ الجواب يعني الانسان كينوي مثلا يخرج على 12 نتاع نهار، يخرج يغادر القريه نتاعو ولا المدينه نتاعو، يخرج الله يبارك، ناوي السفر طبعا اكثر من 83 او 80 كيلومتر على الاقل. اذا عنده هذه النيه تاع السفر ينوي يعني يقصر في صلاته، صلاة الرباعية الظهر تولي زوج والعصر تولي زوج، وعنده جمع حق باش يجمع ويقصر، يعني جمع تقديم ولا جمع تأخير، هذه كلها رخص. وكذلك المغرب العشاء يصلي العشاء مع المغرب، يعني بعد صلاة المغرب يصلي العشاء ركعتين أو يؤخر المغرب إلى وقت العشاء يعني جمع تأخير، كل هذا مسموح. ولكن أنت سألت عن الزمن وقتاش، نقول لك عند مغادرة آخر بيت، تخرج من الديار، يعني إذا كنت في المدينة من آخر بيت، وإذا كنت في القرية من آخر بيت، تبدأ تجري عليك أحكام القصر. معناه هذه الرخصة قصر براحتك براحتك براحتك. تغادر الدوار أو الديار. الدوار ولا الديار. من بعد وقتاش يجب في حقك الإتمام؟ أيوه. نعم، عند دخولك إلى أول دار، وصلت لدار ثم خلاص تبدأ في الإتمام. نعم. بارك الله فيك شيخنا. يحين الآن مشاهدينا الكرام موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي للجزائر العاصمة وما جاورها من مدن. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. مع موبيليس أينما كنتم اطلعوا على أحوال الطقس. موبيليس أينما كنتم.
قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. مع موبيليس أينما كنتم. اطلعتم على أحوال الطقس. موبيليس أينما كنتم. هلا سالوا عبر الخامسة قناة القرآن الكريم من الجزائر، برنامجكم اليومي يجيب عن أسئلتكم الدينية وانشغالاتكم الفقهية. أهلا وسهلا جميعا ومرحبا بكم. شيخنا عبد الحق من العاصمة استكمالا للانشغال. نعم الأخ عبد الحق، في سؤالي الأول عن حكم دفن الميت بالتابوت، قلنا بأن هذا مكروه في شرع الله عز وجل، وهو من فعل النصارى ومن عاداتهم، ولا علاقة له بعادات أو بأعراف المسلمين، فلا يجوز دفن الميت بالتابوت إلا لضرورة. السؤال الثاني يسأل عن القصر. القصر يبدأ في أحكام القصر، قصر الصلوات الرباعية بالأحكام المختلفة بجمع التقديم وجمع التأخير وكذا، عند خروج المسافر من آخر دار، عند آخر دار يعني في دواره وفي حومته أو في قريته أو مدينته، وتجري عليه أحكام القصر في سفره، طبعا بالشرط أنه يتجاوز 80 أو 83 كيلومتر في الذهاب والإياب، وأثناء إقامته هناك وتحركاته هناك، في تفاصيل أخرى ولكن أكتفي بالسؤال فقط. ولكن يتم عند دخوله إلى أول بيت، صح. يعني دخل كما نقول الحومه نتاعو ولا الدشره نتاعو يدخل خلاص. مثلا اذا كان دخل الساعه 12:30 رجع للقريه نتاعو، دخل اول بيت، خلاص بعد لحظات يوصل وقت الظهر، خلاص يعني يشرع يعني يتم صلواته. وكذلك دخل في هذا الوقت مثلا تاع المغرب، دخل أول بيت يعني في قريته أو مدينته، يتوقف عن القصر ويتم، وجب عليه الإتمام. بارك الله فيك. شكرا جزيلا فضيلة الشيخ أستاذنا الدكتور سعيد البوزري. على بركة الله مشاهدي الكرام، نشرع في استقبال المكالمات والاستماع للانشغالات، ومن تبسة نبدأ. أختنا أمينة، السلام عليكم. مرحبا بك، تفضلي. أختي أمينة رجاء دقيقة. الأخت عقيلة رجاء الصوت داخل الاستوديو لا نسمع جيدا. تفضلي أخت أمينة. أيوة. عندي جدتي مهمة، جدتي عندي شغل، هي مريضة. أيوة. ولازم يعني نكون فيها. كيف؟ هو حكم يعني حكم على الأولاد تجاه أمها من خلال أختي أمينة، جدتك لا بأس، جدتك المريضة وأولادك يهملونها، شيخنا إن شاء الله يعلمنا في هذا الأمر. مرحبا بك. هلا سألوا عبر الخامسة قناة القرآن الكريم من الجزائر، من تبسة إلى المدية. أخت أمينة من المدية، مرحبا بك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. خويا عندي سؤال. تفضلي به. يسلمك. خويا كان عنده الهاتف تاعو، هذا الهاتف استعملته وكان مخبيه، استعملته ومن بعد تكسر. ايوه. تكسر هذا الهاتف، كي جا صابو مكسر، سقسى شكون اللي كسر، قلت له مانيش انا، وكنت انا اللي كسرته. ايوه. وقال لي تقدري تحلفي في الكتاب تاع القران بلي ماكش كي اللي كسرتي، قلت له نحلف. أيوة. حلفت في الكتاب القران بلي مانيش انا اللي كسرته، وكنت انا اللي كسرته. زعما واش الذنب تاعي، نصوم ولا راني حايره من هذا الشيء؟ علاش ممكن تفضل شيخ. الأخت أمينة، علاش ما قلتيش الحقيقة؟ كنت خايفة منه. أيوة، كنت صغيرة وكنت خايفة يضربني ولا. كنت صغيرة أخت أمينة، ماشي في عمرك هذا؟ لا كنت صغيرة، بس كان عندي 14 ولا 13. أيوة طيب. بارك الله فيكم. الله يبارك فيك أخت أمينة، ربي يقويك إن شاء الله. هلا سالوا عبر الخامسة قناة القرآن الكريم من الجزائر. طيب حتى أخوك يعني على هاتف يعني حلف الناس. إلى أين؟ طيب نبدأ نشرع في الإجابة عن السؤالين بعد استكمال الإجابة
نستقبل الاتصالات. أختنا أمينة متبسة شيخنا، جدتها مريضة ويبدو أن أولادها تقول، ويبدو أولادهم أبوها وأعمامها أو أبوها أو أمها وأخوالها لا يقومون بواجبهم تجاه هذه الجدة. الأحكام الشرعية المترتبة على هذا الإهمال. أمرنا الله عز وجل في القرآن بقوله وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. بالمناسبة كي نقول والدين ماهوش غير الأب والأم فقط، يعني وإن علوا الآباء والأمهات مهما علوا، يعني الأب وأب الأب إلى آخره، يعني الجد وإلى آخره. وكذلك بالنسبة للأم وأم الأم وأم الأب، الأم والجدات، الآباء والأجداد. هذا بنص القرآن وبالوالدين إحسانا، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وقال ربنا في أي القرآن ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما إلى آخر الآية. يعني سبحان الله، أقول لهؤلاء ولغيرهم إذا عندكم الزهر لقيتوا باباكم ويماكم والأجداد والجدات، استثمروا هذا الوجود نتاعهم، استثمروا. إنكم محظوظون إذا كان أشرفتم على خدمتهم وأحسنتم إليهم ولم تضيعوهم وزرعتم الأمل والفرحة في قلوبهم. أما الذين فرطوا وأهملوا وضيعوا، هذو اللي يضيعوا هذا الواجب نقول والله ربي يهديهم. نقول يعني هؤلاء مساكين، الأولاد اللي ما يقوموش بالوالدين تاعهم مساكين يندموا، ولكن حيث لا ينفع الندم. إذن من الناحية الشرعية يجب القيام على شؤونهم، يجب أداء الخدمات التي يستحقونها بحكم الشريعة، زيد بحكم الأخلاق والتربية، أنه تربويا أخلاقيا إذا كان إنسان كبير يعني حتى ما هوش من العائلة، يعني الإنسان يخدمه ويحسن إليه وما أدرك يكون الوالدين. صحيح. هذا وطبعا من الناحية الشرعية أيضا هذا إثم كبير الذي يضيع هؤلاء، هذا إثم كبير وكبير جدا. هذا واش نقدر نقول لابد من أن ينصح هؤلاء سريعا. الدين النصيحة كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم قبل فوات الأوان. نعم، لابد من توجيه النصح لهم قبل فوات الأوان. نسأل الله لهم ولنا جميعا الهداية والتوفيق. بارك الله فيك شيخنا وأحسن الله إليك. سنجيب أختنا أمينة من المدية أيضا عن انشغالها، ولكن قبل ذلك إلى وهران أختنا فايزة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله شيخ. مرحبا بك. قبلك عندي سؤال. تفضلي. أنا قمت بالدراسة في الخارج وكنت سلفت أموال تقريبا 80 مليون. الآن قدرت نسدد 50 مليون وبقى لي المبلغ تاع 30. الأب تاعي عنده أموال تاع الفائدة تاع البنك، هل يجوز لي باش ناخذ هذه الأموال تاع الربا ونسدد بها الدين تاعي؟ واضح أخت فايزة. شكرا جزيلا، بارك الله فيكم. الله يبارك فيك، شكرا جزيلا أخت فايزة من وهران. إلى أختنا جهيدة من وهران أيضا. ورقلة. أختنا جهيدة مرحبا بك. ورقلة. عذرا إذا طولنا عليك أخت جهيدة. الرسالة عبر الخامسة قناة القرآن الكريم من الجزائر. سنجيب أختنا أمينة ثم نتواصل. أختنا أمينة من المدية شيخنا تسأل عن قسمها على المصحف بضغط من أخيها الذي استعملت هاتفه وكسرته وأنكرت ذلك وهي في عمر 13 من عمرها. نعم. أولا كي قال لك الأخ أحمد يعني هذا أخوك اللي يحلفك على المصحف بسبب الهاتف، هذا أمر غريب يعني، وإن كان كثير الحصول كثير الوقوع، ولكن يا ناس سبحان الله لا نضغط على الناس، لا نكره الناس باش يحلفوا بربي سبحانه العزيز ولا على المصحف الشريف بسبب هذه الأمور نتاع الدنيا التافهة يعني. لأنه مهما كانت الأمور هذه غالية، ما تكلموش على الهاتف ولا يعني الحاجات، ما واحد يقول له أحل. ثم أن هذه اليمين خلي القاضي هو الذي يوجهها. نعم، في دنيا القضاء في مجلس القضاء القاضي عنده سلطة شرعية
وعنده سلطة قانونية باش يطلب من شخص معين ماثل أمامه باش يقسم. مثلا شاهد من الشهود يقول أقسم بالله أنك تقول الحق ولا تقول الزور. ممكن عند غياب الأدلة مثلا وغياب القرائن وغياب البراهين والوثائق الثبوتية القاضي قد يطلب من أحد الخصوم اليمين. يعني هذه في دنيا القضاء. أما يعني بيوتنا تتحول إلى مجالس قضاء، يعني شكون كلا الياورت ما على باليش نقول اقسم بالله. يعني كان بعض الناس بالمناسبة يجيب كاع ولاده يقول اقسموا بالله شكون الياورت كلاه واحد يقينا، ولا يجتمعوا عليه ويحلفهم ويعمر لهم الذنوب باطل. وطبعا هما صغار، طبعا الصغير لم يبلغ الحلم ولم يجري عليه القلم. ولكن نقول هذا السلوك في حد ذاته. انا الان اوجه النصيحه للكبار، نقول يا الكبار ما ديروش هذا الشيء. كيما اخو انت امينه من المديه يقولها حلفي باللي طبعا انت خذيتي كما يفعل اي صغير او اي صغيره، لقيتي الهاتف النقال البورتابل تاع خوك اللي خباه وانت رفدتيه واستخدمتيه وتكسر وكل ما فوق التراب تراب. بارك الله فيك. الشيء مخلوف كما يقولوا الشيء مخلوف. الخطأ نتاعو هو يعني هو الذي ألزمك. درك انت صغيره ديتي هذا الشيء كما يفعل اي طفل صغير، ولكن هو لا ادري الان كم سنه هو، طبعا لا ادري. فاذا كان كبير في العمر وقال لك لازم تقسمي بالله راه غلطان. اما انت الان كنت خايفه عندك 13 14 سنه في عمرك وحلفتي لا شيء عليك، لا شيء عليك، ما عندك حتى شيء، صغيره. ويجي خوك داخل الاسره يضغط عليك. واذا لم يطمئن قلبي خطر فيه المستوى الفتوى هذا في مستوى اخر. اذا حبيت تطمئن اكثر كفر يعني يمينك. يعني خذي 100,000 إذا عندك 1000 دينار أعطي 10,000 الواحد ولا حتى أقل من ذلك، يعني 10 فقراء والسلام. تكفرنا عن اليمين والسلام. وهذه طبقا أو وفقا لقوله تعالى في سورة المائدة الآية 89 تاع كفارة اليمين فقط. هذا مكان باش يطمئن قلبك لأنك كنت صغيرة. هذا مكان. إذا درتي المستوى الأول الله يبارك، درتي الحل الثاني هذا أيضا مشروع إن شاء الله. بارك الله فيكم شيخنا السعيد وأحسن الله إليكم. إلى الطارف خونا مصباح، السلام عليكم. السلام عليكم. مرحبا بك مصباح. ربي يبارك فيك عايش. تفضل خويا العزيز. بارك الله فيك على هذه الحصة. هذا واجبنا مصباح، تفضل. بارك الله فيك. وش حبيت نتواصل مع الشيخ ثم إرجاء بعد الحصة إن شاء الله. طيب معليش قلت لك عندي قلت لك حبيت نتواصل مع الشيخ بعد الحصة إن شاء الله. طيب خلي رقمك الهاتفي مصباح. خلي لهم الرقم الهاتف. نعم أكيد وإحنا نتواصلوا معك إن شاء الله. شكرا مصباح من الطارف. تيزي وزو محمد تيزي وزو. السلام عليكم. الو السلام عليكم. وعليكم السلام عم محمد، مرحبا بك. يسلمك. اسمع نهضر مع الشيخ بالقبيليه. ايه تفضل مرحبا. انا تفضل يا اخوي محمد، تفضل يا عم محمد. مساء الخير الشيخ. مساء الخير على سلامك. الله يسلم. وقال ذي الجامعه ملايين ولا شليمان امشي تلاق هذه فهمك للجامعه ملايين لي ما يلولاش ديما ام بك زمان اللي قدام صدير ماشي العدد انت كي غادي قدمي مانيش وحداش باش كني الا قضيت جماعه فيها تكلفن باش كني اليوم هذه الزرت العشيه. نعم. اتصل ذا تسقيت سمسالة محمد ذاك ساعه الشيخ واضح. اتصل ذي ثري ثاقمك صغر ولي صح. سلام. شكرا يا محمد. شكرا يا عم محمد. الرسالة عبر الخامسة قناة القرآن الكريم من الجزائر. أختنا فايزة من وهران شيخنا. شكرا. أختنا فايزة من وهران شيخنا درست بالخارج ما شاء الله وأخذت أموالا في سبيل هذه الدراسة، يعني تقريبا دين 80 مليون وفقها الله أرجعت 50، بقي ثم لأبيها جملة من أموال الفائدة. تقول هل يمكن أن أرجع ديني بهذه الأموال؟ تفضل. نعم. الأخت فايزة، أولا طبعا ذمتك مشغولة بهذا الدين المقترض بغرض التحصيل العلمي بغرض الدراسة. سددت قسطا يعني 50 مليون وبقي
في الذمة 30 مليون. الآن بالنسبة للفوائد، الفوائد البنكية هذه تسمى الفوائد الربوية، هذا الرأي الراجح الذي نراه أنها فوائد يعني ربوية. طيب هذه الفوائد الربا بالنسبة إليه، يعني بالنسبة للوالد نتاعك، هذيك الأموال الزائدة، هذيك الفوائد الربوية يسحبها من البنك، من المؤسسة المالية، ولا يجوز له أن ينفقها في واجب شرعي. ما معنى هذا؟ لا، ما ينفقهاش على القوت نتاع أولاده نتاع أهله، لا يجوز باش ينفقها في تسديد الفواتير، فاتورة الغاز والكهرباء إلى آخره. ما يقولوش هذه نحرقوها في الغاز والتريسيتي والكهرباء ولا في الماء، لا يجوز باش يقدمها للمسجد، بيت الله طاهر لا يقبل إلا طاهرا، لا يجوز لا يجوز لا يجوز. ولكن وين يدير هذه الأموال؟ الجواب يصرفها إلى العمل الخيري، إلى الجمعيات الخيرية، إلى الفقراء والمساكين، إلى المصالح العامة. هذه السبل اللي يجوز فيها باش يقدم هذه الأموال، لأن هذه الأموال في حد ذاتها لا تحمل نجاسة ذاتية، ولكن لسبب هذه المعاملة فقط وقع عليه هذا الحكم. إذا الآن نرجع بالنسبة للديون. الآن انت بنتو نقول لك حلان. الحل الأول، إذا وجدت جهة أخرى تضمن لك هذا المبلغ ولا تقترضين هذا المبلغ لتسديده، ممكن تقولي كيفاش؟ أنا مدينة ونزيد نقترض. نقول لك عادي. نذكرك الشيخ البشير إبراهيم الله يرحمه في آخر أيامي قال: كنت أقضي الدين بالدين. شيء عادي، واحد يسلف مبلغ من المال لمدة شهر مثلا، جاء ذلك الشهر ذلك الميعاد وما قدرش يسدد، يجوز له باش يقترض من شخص آخر باش يسدد، على أن يحترم المواعيد باش جدار الثقة يبقى دائما قوي ومتين فيما بيننا. هذا أمر. وممكن تجدين شخصا مزكيا، ونحن هذه الأيام سنتحدث عن أحكام الزكاة إن شاء الله تعالى، لأن اعتاد الكثير من الجزائريين أنهم يقدمون زكوات أموالهم في عاشوراء. طيب سيدي، الشخص يعني عنده زكاة يخرجها، يجوز باش يعطيك قسط من المال، قسط 30 مليون هذه باش تسدي الدين تاعك. لماذا؟ لأنه وفقا للمادة للآية 60 من سورة التوبة، ربي قال: والغارمين، وأنت من الغارمين. إذن يجوز هكذا. ممكن تقولي ما لقيت حتى هذا، ما لقيتش، ما كاش اللي يقدم لي زكاة. فإذا ضاقت عليك الأمور ما لقيتيش، هنا يجوز استخدام هذا المبلغ نتاع باباك في تسديد الدين في هذه الحالة فقط. أنا جبت لك كاع الأبواب كامل إلى ما كانش يجوز. طبعا لماذا؟ لأنه هذا المال ما تاكله ما تشرب به ما ولا ما يدخلش للدار. هذا المال نتاع الربا ما يدخلش للدار، معناه تسدي به الدين. هذا هو والله أعلم. ولكن دعي هذا الحل هو آخر الحلول. أقول هذا الكلام من موقع العلم عموما، الحمد لله، بواقع المجتمع نتاعنا، وعارف ظروفنا كيفاش تمشي، وموضوع الديون والى اخر هذا الكلام، والمضايقات والاكراهات التي تحصل في هذا المجال. نعم. بارك الله فيك. شكرا اختنا فايزه، وربي يوفقك ان شاء الله لما فيه الخير، لانه كانت في اطار طلب العلم. اجابه على عم محمد وسؤاله حول غياب الامام، تفضل. نعم. مثلا محمد، الجامع، المسجد وين يسعان الإمام الراتب، معناه المسجد اللي عنده إمام راتب لعناية الدولة ووزارة الشؤون الدينية والأوقاف، يعني هو المكلف بإمامة الناس، بضمان يعني الإمامة في مسجده. وعند غيابه عادة يخلي المؤذن ولا القائم على القرآن الكريم، يعني المكلف بتدريسه وتعليم القرآن وعلم القرآن وشيء من هذا القبيل. إذا ما كانش هذو المعروفين في المسجد، المعروفين في المسجد هما يعينهم، لأنه لازم يعين أقرأهم لكتاب الله أو يعين أفقههم للدين. يعني هذه اختيار الإمام مني ما إلا خدمني سنين السنة ولا شيث هذه يجي المؤذن مثلا، ما ولاش
وين إلا ندينا يسنيث الإمام باللي ذي العف يسن القرآن يسن الأحكام يزر الأحكام الفقهية ذي نتسا أرى يتظلن ما يغاب الشيخ أكا ماشي مي يغاب الشيخ وين دي كان هذه زوير غير المحراب لا خاطي المحراب بالني يسعى الحرمة المحراب له حرمته مش كي غيب الامام وبعدين يكون كل واحد يصدم المحراب يقول نصلي بالناس وربما يصلي صلاه وحده يعتبر نفسه حق مكتسب يقول انا صليت منذ عام ولا عامين فبالتالي لا باي حق يكون هذا حق مكتسب حقا مكتسبا لذلك يكون بالمعايير اما كدني اقراهم لكتاب الله ما ولا شو وين يسن الفقه مع انتهى الى قد يختار الامام من تختار جماعه ربما الامام ما خيرش فجماعه ثنين الجامع هذا اختيارا قال الفلاني اقلك السنوات تفضل لك مثلا احمد اتزلط ميلا يغاف يعني الامام ميلا ذا الظلم يصدم لك نكرا جمذانا اثني هذو ربي الشياقي اري الهرا اما ذي الميزان الشرعيث اما ذي الميزان تعرفيث ذا يزم غادينا مثلا محمد وذي قدر ربي ان شاء الله. بارك الله فيك شيخنا واحسن الله اليك. الى العاصمه سيده فاتح السلام عليكم. سيدة أم فاتح السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. خويا حبيت نهضر مع الشيخ بوزري. مرحبا بك تفضلي. عندي أسئلة. تفضلي مرحبا بك. إلا يقدر يعيط لي مور الحصة إن شاء الله. طيب شيخنا لا بأس بذلك. لا بأس لا بأس إن شاء الله. طيب طيب سيدة أم فاتح خلي رقمك الهاتفي. وشكرا جزيلا ونرجو إن شاء الله لما تكون انشغالات قدر المستطاع نطرحوها على المباشر فإذا كان فيه نوع من الحرج معليش لأنه حتى لا نكلف شيوخنا فوق طاقاتهم. بارك الله فيك سيدة فاتح من العاصمة. طيب شيخنا يلتزم بالاتصال بها إن شاء الله خلي رقمك الهاتفي فقط. سيدة فاطمة تيارت مرحبا بك. الحرم المكي لكن والسؤال الثاني بينسق فيها للرواتب. سيدة فاطمة سيدة فاطمة سيدة فاطمة السلام عليكم. نصلي الراتب. سيدة فاطمة السلام عليكم. هذو هما الأسئلة. سيدة فاطمة السلام عليكم. وعليك السلام الأخ. الله يبارك فيك. أختي العزيزة ما سمعنا حتى سؤال عودي لنا معليش. قلت لك انا سؤالي الاول. أيوة. عندي انا نصوم كما الاثنين والخميس وعندي 3 ايام من كل شهر نصومهم. أيوة. بصح انا نصوم على الاشهر تاع الحرم تاع مكه كي نشوفهم. أيوة. كما نقولوا بدايه 13 و14 ولا 15 كي نصومهم. أيوة. ما نصومش على الاشهر تاعنا احنا خاطر ما يطيحوا متاخرين. وسؤالي الثاني على الرواتب تاع الصلاة. أيوة. الصلاة صافي كي أذن الأذان ما نصلي الفرض هو الأول ومن بعد الراتبة أو الراتبة ومن بعد الفرض. هذو هما السؤالين تاوعي. جزاكم الله خير وادعوا لي إن شاء الله ربي العام السنة إن شاء الله يوفقني للحج خاطر راني في 12 مرة راني نسجل وما خير ناداش المنادي بصح خاطر بالك على ربي إن شاء الله ادعوا لنا معاكم. إن شاء الله. مع السلامة وبالتوفيق. بارك الله فيك سيدة فاطمة الله يحفظك ويبارك فيك إن شاء الله وإن شاء الله يدعي لك شيخنا وندعو جميعا ويأمنوا مشاهدينا الكرام أنك تكوني إن شاء الله من حجاج بيت الله الميامين. بارك الله فيك سيدة فاطمة متيارت. نجيب أختنا فاطمة التي تصوم الاثنين والخميس و3 أيام من الأشهر الحرم ولكن على توقيت مكة يعني. طيب أخت فاطمة بارك الله فيك نسأل الله لك القبول ولجميع الصائمين والصائمات. صيام الاثنين طبعا وردت أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث صحيحة يعني في فضل صيام النوافل طبعا بعد الفريضة صوم رمضان شهر رمضان المعظم هذا شهر يأتي كل عام كما يعلم الناس جميعا. بالنسبة للنوافل تاع الصيام كاين والحمد لله كاين 6 ايام تاع شوال وكاين ايام يومي الاثنين والخميس كما راكي تصومي كاين الايام البيض هذه يعني 13 14 15 راكي تقولي نصوم على حساب الشهور تاع الحرم المكي لا تقولي نصوم حسب الاشهر الهجرية يعني القمرية وهذه شهور تاع المسلمين كامل ماشي غير تاع مكة وحدها. إنما ربما ندير ملاحظة من خلال سؤالك أنه غالب على كثير من الناس استخدام الأشهر الميلادية
يعني جونفي فيفري مارس افريل كذا كذا، هذه الناس تعرفها وتخدم بها مليح. ولكن الأشهر القمرية ربما بعض الناس ما يعرفوهاش أصلا. لو كان تقول له مثلا بعد شعبان، هذه شعبان رمضان تقريبا يعرفوه، يعني جايين هذا مر هذا، ولكن بعد ذلك شوال ذي القعدة ذي الحجة محرم، يعني الشهور هذه ما يعرفوهاش، ما يتعاملوش بها. لو كانت تفاجئ إنسان تقول له يعني شحال من يوم من الشهر الهجري ما يعرفش. للأسف هذه عادة سيئة عندنا، لا بد أن نحاسب أنفسنا. واليوم تحدثنا عن المحاسبة، لا بد أن نراجع أنفسنا باش نخدموا بالأشهر القمرية. لماذا؟ لأنه فضل هذه الأشهر القمرية، هذه الأشهر الهجرية، أنه العبادات مبنية عليها. صحيح. الله الله يبارك. الحج أشهر المعلومات. أشهر معلومات معنا ماشي جونفي فيفري مارس، لا، هي أشهر معلومات، يعني الأشهر القمرية. كذلك بالنسبة لرمضان أيضا هو شهر قمري، كيف شهر هجري. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وهو أيام معدودات. والحج أشهر معلومات، والصيام أيام معدودات، والزكاة أيضا مرتبطة بالأشهر الهجرية بالمناسبة. يعني بعض الناس سنوضح هذا إن شاء الله في مستقبل الأيام، في الأيام القادمة برفقة إخواني الأساتذة، أنه نربط الزكاة نتاعنا بالشهر القمري. نقول مثلا واحد إذا بلغ النصاب في شهر شوال، فإن شهره الذي يزكي فيه إذا حال الحول هو شهر شوال من كل عام. إذا كان اللي عنده مثلا في شهر محرم، يلا يعني كل ما يدور العام مادام عنده النصاب يجي هذاك الشهر يقدم زكاته. معنى كل هذه العبادات مرتبطة بالأشهر الهجرية القمرية. لذلك يا أختي فاطمة ما تفعلين صحيح، فقط دير تصحيح صغير فقط، أنه ديري هذه الأمور على حسب الأشهر، هذه العبادات وهذا الصيام تاع النوافل، الأشهر القمرية الهجرية. ولا حرج أنك تشوفي الأيام، وحنا مكتوبة حتى عندنا في القنوات نتاعنا، مكتوبة في الجرائد نتاعنا، مكتوبة يعني الأيام بالأشهر القمرية وكذلك بالأشهر الشمسية الميلادية. الرواتب ربي يتقبل منها إن شاء الله. قبل الرواتب شيخنا اسمح لنا نستقبل انشغالات المشاهدين. هذه أختنا مختارية من مستغانم. السلام عليكم أخت مختارية، مرحبا بك. طيب لا بأس، ممكن فقدنا الأخت مختارية. السيدة أم داليا من العاصمة. السلام عليكم. نعم الخير يا وجه الخير، مبروك عليك الحج. الله يبارك فيك حاجة مختارية. العودة إن شاء الله. إن شاء الله وإياكم إن شاء الله. بارك الله فيك حاجة مختارية. وحابة لو كان يعني على وجه الله يعني الدكتور يعيط لي، انا نخلي لكم النيميرو نتاعي ويعيط لي، عندي حبيت نهضر معاه. يعني انا جو لي بارلي افيف فوا، يعني سي بوسيبل افيف فوا هكذا انا وياه، الا نقدر نروح ليه البيرو ولا يعني سي بوسيبل. ما كان حتى مشكل سيدة أم داليا. مرحبا بك شيخنا السعيد، بعد الحصة إن شاء الله يتواصل معكم من ما كان حتى مشكل. الله يبارك فيك سيدة أم داليا، الله ينورك. من معنا؟ سيدة نادية. كريم مرحبا بك. كريم العاصمة. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حبيت نعرف من فضلك، انا راني بلا خدمة ومرتي تخدم، حبيت نعرفوا ولا هي تقدر تعطيني الزكاة تاعها وانا نصدق بهم. ايوه واضح. وانت يعني تقدم الزكاة هذه ام كيف؟ وي انا اقدم الزكاة هذه. واضح ان شاء الله، واضح ان شاء الله. بارك الله فيك سي كريم، الله يوفقك. عندك سؤال ثاني؟ لا هذا ما كان. الله يحفظك سي كريم. يعطيك الصحة. الله ينورك. بارك الله فيك، شكرا. هلا سالوا عبر الخامسة قناة القرآن الكريم من الجزائر. بالنسبة للرواتب أختنا فاطمة تقول عندما يؤذن الفجر هل نصلي الفجر ثم الراتبة أم الراتب صلاة الراتبة ثم الفجر ثم الفرض؟ يعني نعطيك بعض المعلومات إن شاء الله تكفيك عن سؤالك يا الأخت فاطمة. أولا بالنسبة للرواتب، مثلا نبدأ بصلاة الظهر. ثبتت حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه إن صلى ركعتين قبل الظهر وركعتين بعد الظهر، صح هكذا. وصل وقت الظهر هكذا تصلي ركعتين أو تصلي 4 ركعات،
سمعتي برك الأذان كما حبيتي تصلي 2 ركعات راتبة، ولا تصلي 4 ركعات قبل الظهر، هذه الرواتب نتاع الظهر. كي تصلي صلاة الظهر يعني الفريضة أو الفرض، زيدي بعد الظهر صلي 2 ركعتين ولا 4. يعني هذه وردت فيها أحاديث عن السيدة عائشة المؤمنين وغيرها، معنى هذا صحيح وهذا صحيح. هذا بالنسبة للظهر. مثلا المغرب ما تصليش الراتبة قبل الفرض، لا، المغرب بعد ما تصلي صلاة المغرب يعني الفريضة، وبعدين تصلي 2 ركعتين الراتبة تصليها بعد صلاة المغرب. وكذلك بالنسبة للعشاء. بالنسبة للفجر كي تصلي 2 ركعتين قبل، حبيتي تصلي راكي في النوافل، يعني هذه في النوافل داخله في قيام الليل. ولكن كي وصل الأذان تاع الفجر وصليتي الفجر خلاص ما عندكش من بعد لا راتبة ولا نافلة، عندك فقط تصلي صلاة الصبح. مع حتى بالنسبة للرجال، إذا كان واحد صلى مثلا المغرب، صلى الفجر في داره، سمع أذان الفجر وبعدين صلى رغيبة الفجر كما يقولوا في المالكية، يعني صلى صلاة الفجر يعني السنة في داره، وراح للجامع، وصل الجامع مازال ما قامش الشيخ لصلاة الصبح الفريضة، هنا ما يصليش حتى 2 ركعتي تحية المسجد، ما يصليهمش، لأن ما كاينش نافلة بعد الفجر، صلي غير الفريضة والسلام. بعد صلاة الفريضة ما كيبقاش هناك نافلة، اللي عنده قضاء يقضيه. نعم، أعتقد هذا هو يعني بالنسبة للرواتب التي تجبر بها الفرائض إن شاء الله يوم القيامة. فربي يجازيك خير على محافظتك على الرواتب يا الأخت فاطمة. بالنسبة للدعاء للحج، أنت للمرة رقم 12 وراكي تدخلي في القرعة نتاع الحج وما خرجتيش. أسأل الله عز وجل أن ييسر لك الحج في العام القادم، في الموسم القادم إن شاء الله تعالى، وأن ييسر لأمثالك. كاين بزاف اللي عندهم قلوب معلقة بالمسجد الحرام بالمسجد النبوي باش يروحوا للحج، ولكن ما وفقهمش ربي سبحانه عز وجل. أسأل الله أن ييسر لهم جميعا، وربي ما يحرموا من تلك البقاع المقدسة. بارك الله فيك شيخنا السعيد وأحسن الله إليك. قبل أن نجيب أخونا كريم من العاصمة، إلى بجاية أختنا كهينة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. مرحبا بك أخت كهينة. الله يسلمك. معليش خلي نمر، معليش الشيخ من بعد يعاود الباب يهضر معاه. طيب لا بأس شيخنا، لا بأس. لا بأس خلاص. الخدمة إن شاء الله. الله يبارك فيك أخت كهينة. خلي برك الرقم. يعطيك الصحة. خلي رقمك الهاتفي أخت كهينة. شكرا. يعطيك الصحة. تلمسان أختنا سكينة. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. مرحبا بك حاجة سكينة. الله يسلمك. أيوة. أنا عندي حد سؤال على بما يخص الزكاة. أيوة تفضلي. شو أنا ما عنديش زعما السكنة غير كارية. أيوة. هي ولما زعما حد دراهم. كيف؟ زعما عندي حال مبلغ. أيوة. إذا زعما وكان زعما بس نزكي نجبد منهم ما عنديش. أيوة. فهمتني؟ أيوة. هي زعما لا يليق بصفة عليا نزكي ولا عندي زعما راجلي غير 2 ملايين الراجل. أيوة. طيب. لو هذوك الدراهم زعما نلمسهم باش نشري حدار نحل البيت. أيوة. هي وزعما وكان باش نزكي نجبد منهم ما عنديش زعما لا واجب عليا نزكي. ايوه. وطيب اختي سكينه، عندك دراهم يعني وصلوا النصاب؟ ايه وصلوا. ايوه. مشيت بزاف زعما على حساب هذا الوقت اللي رحنا فيه ما يشريليش حسابي، ثماني عاد نلم. واضح ان شاء الله. نجاوب. يا راجل الساعي زعما يخلص غير 2 ملايين. واضح. زعما ما عنديش بالسيف نحي من هذيك الخبزه بالسيف نقص باش نلم. واضح. تفهمني؟ الله يوفقك ان شاء الله للخير. امين. شو زعما غير الله يخليك جاوبني اليوم الله يحفظك. الان نجاوبك اختي سكينه. الحمد والديكم. بارك الله. الله يحفظك اختي سكينه، شكرا جزيلا. كريم من العاصمه شيخنا يسال عن زوجته، هل بامكانه ان يعطي الزكاة ويتصدق بها عنها، لأنها هي تعمل تعطيه الزكاة وهو باعتباره الرجل يقدم هذه يتصدق باسمها؟
الأمر جائز يا الأخ كريم على أن تأخذ هذا المال مال الزكاة وتسلمه أنت طبعا نيابة عن زوجتك، والوكالة في هذا الأمر جائزة، أن تسلم هذا المبلغ إلى المستحقين الذين أوردهم الله عز وجل في سورة التوبة الآية رقم 60: إنما الصدقات للفقراء والمساكين. كامل هذون 8 أصناف، أنت تأخذ المال هذا وتديها للفقراء المساكين. أنت راجل تعرفهم، تعرف الفقراء المساكين الغارمين اللي عندهم الديون وكذا وكذا إلى آخره. لا حرج في ذلك يا سي كريم. أسأل الله أنت عندك أجر إن شاء الله أنك جاء سعيت ومشيت وزوجتك عندها أجر أنها زكت مالها. نعم. بارك الله فيك شيخنا. الزكاة نفس الموضوع. أختنا سكينة تتحدث عن مبلغ يعني هو شحيحة تاعها كما يقولون، تقول هل يترتب علي الزكاة؟ دخل زوجي ضعيف وأنا أخذ من هذا المال الذي أعزم على أن أشتري به بيتا أو شيء من هذا القبيل، بما تنصحها؟ أنصح الأخت سكينة بما يلي. تفضل. أولا أنت ما دام الأخت سكينة عندك النصاب، سقساك أخي أحمد إلا عندك نصاب تقول أنت عندك نصاب، ما دام عندك النصاب نتاع الزكاة بلغ النصاب وحال عليه الحول دار عليه العام، هنا يولي هذا وعاء من أوعية الزكاة. يعني لازم تزكي مالك، تخرجي ربع العشر. المبلغ اللي عندك مثلا إلى عندك طبعا كثر 39 مليون 550 دينار، مع أنت عندك مثلا 40 مليون، مثلا 40 مليون مضروبة في 2.5 على 100 مقسوم 100، الناتج هذاك تقدميه للفقراء والمساكين، هذوك الناس يستحقوا الزكاة. هكذا رغم أن أنت ما عندكش الدار، راكي قلتي أنا كارية والراتب نتاع زوجك ضعيف ماهوش كبير، ولكن يا أختي ربي يحفظك، ربي هو اللي يبارك. على بالك تقدمي الزكاة. الزكاة عندها معاني، من معانيها المعنى الأول التطهير، معناه المال تاعك يولي نظيف، اللي يولي طاهر يولي صافي. المعنى الثاني البركة والنماء، معنى ربي يبارك في المال هذاك نتاعك، يبارك. خرجي الزكاة اللي هو حق الفقراء. ربي قال في القرآن الكريم في سورة المعارج قال والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. خرجي هذاك المال، زكي مالك وربي يبارك في مالك إن شاء الله تعالى. ويجي نهار بإذن الله تعالى دراهم نتاعك يزيدوا، والسكنة تشري السكنة أنت مع زوجك والسلام، وتلقاي روحك مرتاحة 100%، وربي هو الذي يبارك في المال. بارك الله فيك شيخنا. في الدقيقة الأخيرة من البرنامج شيخنا تقريبا ثواني، في حالتي أخونا كريم وأختنا سكينة أيضا. طبعا أخونا كريم ربي يرزقه بعمل، يقول أنه بلا عمل. زوج أختنا سكينة دخله ضعيف، هل يمكن للزوجة أن تزكي على زوجها؟ تعطي المال زكاة زوجها. هني إذا كان زوجها عنده دين تعطي له، باش لانه اذا كان اعطت لزوجها وزوجها يشري بعض الامور تدخل الدار، معناها هي تاكل من مال زكاتها ويقع هذا المحظور يعني. فبالتالي لتفادي كل هذا الشيء، لا، زوجك راه يعيش معك. ومن الكرم اللي يكون بين الرجال والنساء، وهذه معروف عندنا الحمد لله. فاذا كنا نعرف اعرافنا ان المراه يعني تتبرع بمحض إرادتها لزوجها. وكم من امرأة عاملة تنفق على البيت، صح، وتنفق على زوجها وبكل رضا وبكل وفاء. هذا هو المعمول به. أما ذاك مال الزكاة خرجيه إلى الفقراء والمساكين. نسأل الله البركة للجميع. شكرا شيخنا السعيد وبارك الله فيك على هذه الإطلالة المباركة. شكرا لكم مشاهدينا الكرام على الوفاء. أنقل لكم تحيات الفريق التقني بقيادة السيدة نادية في الإخراج، تحيات زميل أمين في تقنيا. شكرا لكم، نلقاكم بخير وعلى خير. السلام عليكم.